مساء الخير على احلى متابعين. انا عايزه الاول اشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ان انا اعمل القناه دي. انا عارفه ان ده يا دوبك تاني فيديو، بس ان شاء الله هنكبر ببعض. والكلام المشجع كان حلو جدا، وشكرا على الكومنتات السلبيه برضو حلوه جدا لان هي بتخليني اقدم احسن ما عندي. انا النهارده هعمل لكم بشاميل. انا عارفه ان في ناس كتيره شاطره وبتعرف تعملها، بس هو الفيديو النهارده للناس اللي لسه مبتدئه، وهنعرف تريكات بسيطه هتغير في طعم الحاجه. بس بجد انا عايزه اقول لكم ان المره دي لو جربتوها بالطريقه دي هيديكم طعم مختلف جدا. هنبدا بالمكونات. انا عندي لحمه مفرومه، ده نص كيلو. انتوا طبعا حسب الكميه وعدد الافراد اللي انتوا هتعملوا لهم الصينيه. مكرونه طبعا حسب برضو الكميه. انا هنا عامله نص كيلو، يعني يمكن ازيد من دول شويه كمان. دي بصلايه كبيره مفرومه. معايا شويه موتزاريلا صغننين، بيفرقوا قوي لما تحطوهم على الوش، يعني بيحمروا بيدوا شكل حلو خالص. معايا هنا 3 معالق دقيق وزيهم سمنه، يعني لازم مقدار الدقيق هو مقدار السمنه للبشاميل. معايا شويه زيتون. الزيتون ده طبعا بيوديها في حته تانية، ده مش اي زيتون، ده زيتون مطروح فطعمه خطير ومختلف وانا اللي عاملاه في البيت. ومعايا لبن حسب الحاجه. انا دلوقتي هبدا اشتغل في المكونات، وهقول لكم كام تريكه عشان قبل ما ترموا الميه بتاعت السلق، لان الميه بتاعت السلق انا بعوزها في البشاميل تاني، بعمل لها اعاده تدوير. تمام. ميه السلق انا بس كل الحكايه هحط عليها معلقه ملح ومعلقه زيت، وهعصج اللحمه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي هعصج اللحمه. انا حطيت معلقتين زيت وما حطيتش سمنه، لان انا عشان الدسم هيبقى كتير في البشاميل. كفايه انا هحط سمنه في البشاميل ولبن فما يبقاش تقيل على اللي هياكل. فانا حطيت بس معلقتين. هعصج فيهم الاول. انا هنزل باللحمه الاول على نار عاليه تاخد لها تشويحه، واول ما هتبدا تغير لون هحط البصل يتبالوا مع بعض، واحط لهم بس ملح وفلفل. دلوقتي احنا هنعمل بشاميل، واللي غالبيه البنات اللي لسه متجوزين جديد بتبقى بالنسبه لهم مشكله، بس انا عايزه اقول لكم في كام تركه كده هم بسيطه بس هتعملوها وتبقى حلوه. اهم حاجه في ده كله صدقوني هو ده اللي بيفك اي تشابك، اي لكلكه. وبعد كده الخطوات نمشيها واحده واحده، مش هتلاقي لا طعم الدقيق ولا اي طعم هيضايقكم. اول حاجه هنعملها ان انا هحط السمنه، وانا قلت مقدار السمنه هو نفس مقدار الدقيق. تمام. لو لقيتيها ال ال كميه الدقيق اقل شويه زودي سمنه، والعكس. يعني انت بعينك هتعرفي تظبطي الحاجه. هوريكم دلوقتي انا هحمصها على النار، ولازم تتحمص حلو علشان طعم الدقيق ما يبانش، وايدك على طول فيها. واول ما هنلاقي ان القوام بقي تمام وانها اتحمصت حلو نطفي النار. ما تحطيش اللبن ولا الميه بتاعت السلق وهو لما يغلى على النار هينكلك منك على طول. اطفي النار. تمام. وبعد كده ابداي حطي اللبن تدريجي واحده واحده، وده هوريه لكم معايا، وهتشوفوا ازاي القوام هيبقى مثالي وكويس. تمام. دلوقتي انا في المرحله دي انا حطيت البشاميل على النار، هو كده المفروض يبقى قوامه. قعدت اقلب فيه حوالي دقيقتين. وعندي اللبن، انا ده لبن جايباه من اللبان، انا ما بحبش استعمل العبوات اللي هي الجاهزه. طبعا حسب الرغبه براحتكم، انا بحب اجيبه من اللبان لان بيبقى بخيره. وبالنسبه للبسطره انا بحاول ان انا اول ما بيبدا يغلي بوطي عليه النار خالص، وبحط اللي هي بتاعه اللبن فيه، وبتقعد تغلي 5 دقايق، وانا كده ببقى مطمنه ان هو متبستر وما فيهوش اي جراثيم. انا دي عندي الميه بتاعه السلق بتاعه المكرونه زي ما قلت لكم، انا خليت منها كميه هحط منها دلوقتي. المكرونه انا ما بسويهاش جامد، يعني لو دوست عليها هتلاقي فيها عضه لسه ما استوتش جامد، عشان انا لسه هكمل في الفرن وما تتعجنش منك. انا طفيت النار زي ما قلت لك على البشاميل، وهشتغل كده زي ما بقول لك. انت على النار اطفي على النار قبل ما تحطي الحاجات التانية. ليه؟ لان ده سخن وده سخن، لو حطيتي مش هتلحقي بسرعه هيلكلك. انا دلوقتي هبدا احط معاكم، وبالايد التانية انا ماسكه الويسك وهبدا اقلب بسرعه علشان ما يدكلكش. هحط مزيج ما بين الميه ما بين اللبن. طب ليه ما حطيتش اللبن كله؟ اولا براحتك يعني حسب الرغبه، ثانيا كنوع من الاقتصاد وفري، حط نص كده ونص كده والطعم هيبقى حلو. كل ما كانت الكواليتي حلوه للحاجه اللي انت بتستخدماها هتبقى طعمها حلو، بس مش لازم نبذر يعني في المصاريف او كده. انا هبدا دلوقتي احط اللبن ده مغلي زي ما انتم شايفين. بصي بيحصل زي فوران، انا بقلب على طول، لو بتاخدي بالك انها بتتقل
انا حطيت كده نص اللبن، شايفين لكلك ازاي بسرعه. فانا بالايد التانيه وهبدا بسرعه احط الميه وابدا ايدي فيها بسرعه بسرعه. بدات طبعا تلكلك اهو، احط ميه تاني وايدي فيها بسرعه. تخيلي انت لو عامله الخطوه دي على النار هتلاقي على طول اللكلكه دي مش هتفك معاكي، لكن انت ايدك فيها بسرعه بسرعه وتحطي ميه تاني. طبعا الميه دي بتاعت السلق انا كنت حاطه لها معلقه ملح ومعلقه زيت. فبعد كده هنخلي بالنا من لما نيجي نحط الملح في البشاميل بتاعنا عشان ما يبقاش مالح قوي. انا بالنسبه لي كده القوام بقى حلو. بصوا اهو، مفيش اي لكلكه خالص، مفيش اي تعقيدات خالص. لو حسيتوه تقيل سيكه انا ممكن ازود شويه لبن بسيطه تاني. بصوا قدامكم دلوقتي البشاميل اهو بيظبط. تمام. انا بالنسبه لي البشاميل كده ممتاز. طبعا قبل ما تحطوا الملح ولا الفلفل، في ناس بتحب تحط مرقه، انا ما بحبش اغير من طعم الحاجه الاصليه. يعني انا بالنسبه لي كده هحط شويه ملح بس بسيطه لو هي مش مالحه، وشويه فلفل اسمر. وهنبدا بعد كده نوريكم هنعمل ازاي الصينيه ونطبقها ازاي. دلوقتي انا خلصت البشاميل زي ما قلت لكم اهو، ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه. لو انتوا حاسين ان هو تقيل، بس انا شايفه ان ده قوامه مثالي حلو جدا. حطيت له بس شويه فلفل اسمر، والملح زودت حاجه بسيطه ملح، لان انا ما كنتش حاطه ملح كتير في ميه السلق. عايزه بس اعرفكم على حاجه، انا كنت قلت لكم ان انا هحط زيتون، فانتوا تخلوا بالكم ان الملح اللي هيبقى في البشاميل واللي هيبقى في اللحمه المفرومه لازم ما يبقاش كتير عشان ما تملحش منكم جامد. تمام. فانا دلوقتي هضيف شويه من الزيتون اللي مقطعاه شرايح على اللحمه المفرومه واقلبهم. انا اللحمه المفرومه برده ما حطيتش غير شويه ملح قليلين وشويه فلفل اسمر. انا بستخدم يا اما بعمل بايركس ده بحطه بيبقى حلو جدا، يا اما الطواجن الصغيره، وانا دي المحببه ليا لان كل واحد بيبقى الطاجن بتاعه وبيبقى كده احسن. دلوقتي هبدا احط اول حاجه، هحط كميه من البشاميل اللي تحت. مش هنحط كميه كبيره، ونبدا نوزعها في الصينيه نفسها. طبعا انت لو بتستخدمي اي صواني تانية عادي حلوه جدا مفيش مشكله، بس لو عندك ضيف او حاجه فده بيبقى شكله اشيك. هبدا احط المكرونه، وانا قلت لكم ان المكرونه اساسا انا سلقاها نص سلقه علشان خاطر لسه هتكمل تسويتها تسويتها في الفرن. معلش اعذروني بقى ما لبستش جلافز، بس هو مضايقني بصراحه، انا ما بحبش اشتغل بجلافزات بس عشان تصويره كده. فانا هحط نص الكميه كده معقوله، نحط شويه كمان. ممكن احط رشه من البشاميل عليه، مش كتير يعني حاجه بسيطه بحيث طعمه بس وتديله ملمس كويس. دلوقتي هحط اللحمه المفرومه. وهرجع احط مكرونه تاني. دلوقتي انا حطيت الطبقه التانيه من المكرونه، فهكمل البشاميل طبعا حسب ما احنا شايفين ايه اللي مناسب. انا كنت قلت لكم ان انا هحط شويه موتزاريلا بس اكيد مش دلوقتي، انا هدخل دي على فرن. لو عندك فوق وتحت حلو جدا، لو ما عندكيش ممكن تشغلي من تحت بس
وبعدين لما تحس ان هي تمام من تحت تروح مشغله من فوق، الوش بس يتحمر. وبعد ما يتحمر ضيفي شويه الموتزاريلا، ما تحطوش من الاول. ليه؟ علشان تاخد الوش يحمر يبقى جميل الاول، وبعدين حطي شويه الموتزاريلا هيديها مطه حلوه وهيدي لون جميل برضه. انا ما بحطش على البشاميل اي بيض ولا حاجه. في ناس طبعا بتحط وده حلو جدا وقيمه غذائيه، بس انا بالنسبه لي لا، انا ما بحبش احط. انا بحب التحميره بتاعت البشاميل نفسه. في تركه كمان لو انت عايزه التحميره دي برضو محتاجيه يتحمر اكتر، في ناس بتحط نقطتين كاتشب وبفرشه بتبدا تشتغل بيهم توزعهم على الوش، ده بيحمر حلو قوي برضو. ده بنعملها لما يكون المكرونه صيامي، لان ما بنبقاش حاطين لبن، فما بيبقاش فيه اي حاجه بتحمر حلو قوي يعني. فبحاول اعمل الخدعه دي عشان خاطر الوش يحمر. انا دلوقتي هدخلها الفرن. طبعا قبل ما تدخله الفرن لازم اي زيادات هنشيلها. انا دلوقتي قبل ما احطها في الفرن هشيلها وهحطها في الفرن، وبعدين اوريها لكم لما تطلع. دلوقتي انا طلعت الصينيه في الفرن زي ما قلت لكم، انا حمرتها شويه، ولما الوش احمر رحت حطيت عليه شويه موتزاريلا ادتني الشكل زي ما انتم شايفينه ده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده، وان شاء الله يبقى طعمه مميز. وعايزه في الاخر اقول لكم حاجه، ان اي حاجه بتعملوها بحب بجد بتطلع حلوه.